زول فلاون، السلام عليكم. اسكوسا مكاز، عام سعيد لكل الساكنة شمال افريقيا. هذا رد بسيط ورد توضيحي على تصريح الاستاذ وحمان لإطلالة بريس، أين تكلم عن أسطورة الششناق وذكرني في هذا التصريح. أنا إبراهيم تزغارت، مناضل الحركة الأمازيغية في الجزائر، كاتب وباحث في مجال اللغة والأدب الأمازيغي. الأستاذ وحمان قال أن إبراهيم تزغارت صرح في محاضرة في تيزي وزو أن الششناق هو أسطورة. أنا أظن أن مع كل احترامي للأستاذ وحمان الذي يناضل ضد التوغل الصهيوني في المغرب الشقيق، أنه لم يفهم المحاضرة كما يليق. فأنا مناضل من أجل الاعتراف بيناير، وهذا اللي صرا في 2017 عندما قررت الدولة الجزائرية ترسيم يناير، وكنت من المناضلين الذين دفعوا عن رمزية الششناق في حساب السنة الأمازيغية. التوضيح أن الششناق، أولا الششناق ليس أسطورة، الششناق هو شخصية تاريخية يعترف بها كل المؤرخين الواعون، كل المؤرخين اللي نقولوا سيريو. فالششناق عندما مثلا في موسوعة مصر القديمة لسليم حسن في الفصل الأول، ظهور لأجداد الليبيين أو اللوبيين الذين أسسوا الأسرة 22، تكلم عن لوحة الأستاذ أوغسطين ماريت، وهو أستاذ مختص في المصريات، وهو اللي أسس متحف القاهرة. يقول بأن هناك لوحة نجد فيها تاريخ الأمازيغ الأولين، أجداد الششناق الأول. ثانيا، عندما نروح إلى لو موزي دو لوفر أو متحف اللوفر في باريس، نلقاو لوحة تتكلم عن أجداد الششناق الأول، مؤسس الأسرة 22. ثانيتها هذا فيما يخص اللوحات التي وجدها المختصين في المصريات. ثانيا، نجد ذكر فصل الششناق في التوراة. ماذا يقول التوراة؟